لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة هنعمل معاكم السبانخ بطريقة جديدة. انا عملتها معاكم قبل كده بس هعملها النهاردة بطريقة جديدة كمان. وهنعمل معاها الرز اللي بالشعرية، وهنعمل بردك فراخ. انا عملت معاكم الفراخ بكذا شكل وكده بانواع كتير. النهارده هنعملها عادي مسلوقه عاديه ومحمره عادي. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنعمل الشوربه بتاعتنا اللي هي هنحط فيها الفراخ. جبنا الحله اهيت وحطينا فيها الميه. معانا دلوقتي طماطم، ومعايا بصل، ومعايا ورق لوري، ومعايا حبهان، ومعايا فلفل اسمر. هحطه في الميه بتاعتنا. هسيبها تغلي شويه وبعد كده هنسقط فيها الفراخ. السبانخ بقى هنقطع طماطمايه كده، هنقطع بصلايه، هنجيب معلقتين سمنه ونقطع فيها بصلايه نحمرها كده مع بعض. انا عملت الرز اهوت، رز بشعريه جهزته اهوت خلاص مغطيه عليه. كل حاجه هتبقى جاهزه دلوقتي في ثواني. يلا نحمر كده البصلايه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، ادي البصله اهي قربت تحمر اهي، وعندي بلدك الرز اهوت خلاص كده استوى. هطفي عليه، انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. عندي الشوربه غليت. انا جايبه الفراخ، بصوا جايبه وراك، بصوا ما شاء الله عليها كبيره، فهقطع الواحد اتنين واسقطه بقى في الشوربه. بصوا ما شاء الله، بصوا الورك كبير ازاي. فانا قسمته اتنين عشان ايه؟ كبير قوي كده عشان كل واحد ياخد. خلاص اهي البصله اهي قربت تحمر اهي خلاص. هنسقط بقى الطماطم بتاعتنا. حطينا الطماطم اهيت، هنحط بقى الملح بتاعنا، مش هنكتر كتير عشان مرقه الماجي بيبقى فيها ملح. هحط اهيت ماجي، واحده ماجي بتخلي الاكل حلو قوي. هحط حبه كمون صغيرين، معلقه صغيره كده، معلقه فلفل اسمر، عندنا بردك بهارات، هنحط معلقه بهارات كده بتدي طعم حلو قوي في الاكل. هنقلب بقى التقليبه بتاعتنا الحلوه ديت ونسيبها تتسبك شويه. بصوا يا حبايبي، ادي الطماطم بتاعتنا اهي خلاص قربت تتسبك. دلوقتي بقى ايه، انا بحب اعمل السبانخ بالفريك، فما عنديش فريك النهارده، فهعمل تكايه كده صغيره معاكم. هجيب الطاسه واحط فيها معلقتين سمنه كده او زبده، وهجيب نص كوبايه رز اغسلها كويس، واحمرها بقى كده، اعملها زي الفريك. بتبقى بردك على السبانخ حلوه قوي، بتديلها طعم جميل، وبعدين ما بتخليهاش خفيفه، بتخليها تقيله شويه كده وماسكه نفسها. بصوا يا حبايبي، ادي الصلصه اتسبكت، وادي الرز اهوت حمرته اهوت. انا الطريقه ديت كانت حماتي عملتها مره ما لقيتش فريك، راحت محمره حبه رز كده، قالت لي بيطلع حلو وجميل، وعملتها وفعلا طلعت السبانخ طلعت حلوه قوي.
وطلعت ماسكه نفسها مش خفيفه كمان. وبعدين برضك الجيش قال لك اتصرف. يلا نحط بقى الرز بتاعنا على الصلصه، هنقلبه كده شويه. بصوا يا حبايبي، بعد كده جبت السبانخ اهيت، هبتدي اسقطها. السبانخ دي انا كنت مفرزاها مورياكم قبل كده بتتفرز ازاي، وهبقى اعملها لكم بردك في حلقه تانية باذن الله. بصوا عشان جامده بس شويه عشان نطلعوها من الفريزر. هنقلبها كده ونغطي عليها شويه ونرجع لكم تاني. وادي يا حبايبي ادي الفراخ اهيت بعد ما اتسلقت اهيت، حطيت عليها رشيت عليها فلفل اسمر وملح ومعلقه سمنه صغيره. يلا بينا بقى ندخلها الفرن. هي كده مستويه، هنحطها بس تحت الشوايه تاخد لها اللون الجميل بتاعها وبعد كده نطلعها. بصوا يا حبايبي كده، بصوا ما شاء الله ادي السبانخ خلصت اهيت بقت جاهزه. بصوا ما شاء الله، ولا طحينه ولا فيها اي حاجه، بصوا ولا خفيفه ولا طحينه. بصوا ماسكه نفسها ازاي، بصوا ما شاء الله. دلوقتي هنعمل لها التقليه بتاعتها. انا بجيب بقى فص ثوم، يعني معلقه ثوم صغيره كده، ومعلقه سمنه، ومعلقه كزبره صغيره. لو عندك كزبره خضراء ممكن تقلي بيها، لو عندكيش ممكن تحطي بقى كزبره ناشفه ديت على معلقه ثوم كده، برضك بتخلي الطعم خرافه. خلاص هي هتحمر معانا خلاص كده، مش هنسيبها طبعا لحد ما تتحرق. بصوا كده كده نطفي عليها بقى خلاص. هنحطها بقى على السبانخ كده، بتدي طعم حلو قوي. واو على الريحه خطيره كده. السبانخ بتاعتنا الجميله جاهزه اهيت، خلصت. وادي الرز بتاعنا خلص ما شاء الله. يعني الوقت بصوا ما خدناش وقت خالص في الاكل. وادي الفراخ بتاعتنا محطوطه اهيت تحت الشوايه اهيت، بتاخد اللون بتاعها الجميل اهيت بعد ما استوت. وكده كل الاكل بتاعنا جاهز، وتخلص الفراخ ونرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، وادي خلاص ادي صينيه الفراخ طلعت من الفرن اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. وادي طبق السبانخ بتاعنا الخطير، بصوا عليه ما شاء الله، والطعم ايه خرافه. وادي الرز بتاعنا، ودي وجبه الغدا بتاعتنا النهارده. ويا رب تكون عجبتكم. ما تنسوناش بقى في اللايكات كتير كتير كتير، لايك وشير وسبسكرايب. واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.